احلم فكر جواك دور، مين بقى يقدر على حلمك يوم أو يستهتر. بص لبكرة شوف المنظر، عافر أكتر واحنا معاك حلمك يتفسر. احلم صمم اوعى تسلم، لازم ترسم بكرة، ده فكرة شايلة الفكرة، وأصل الفكرة إنه ده حقك ويستحق. مساء الخير على أحلى مشاهدين في الدنيا. هل لمصر نصيب من السياحة العلاجية؟ خليني قبل ما أجاوبكم أقول لكم إن السياحة العلاجية نوع من أنواع السياحة المهمة جدا، اللي بتنقسم لسياحة طبية وصحية واستشفائية وبيئية، ودول شرحهم محتاج حلقات. ولكن بالمعنى البسيط إن السياحة العلاجية المريض بيسافر الدولة اللي بتتميز بالخدمات الطبية اللي بيحتاجها للعلاج، سواء بقى مراكز طبية بخبرات عالية، سواء ذات يعني مكان ذات طبيعة مختلفة، وبيستمتع شوية معاها أو بياخد وجبة بسيطة بالخدمات الترفيهية المختلفة الموجودة في كل دولة. وهي مش مجرد نوع بسيط من أنواع السياحة، لأ، ده في دول اقتصادها قايم على السياحة العلاجية. خليني أقول لكم على سبيل المثال وليس الحصر، تايلاند إيراداتها من السياحة العلاجية أكتر من 4 مليار دولار سنويا، الهند 3، المكسيك 3، تركيا 2.5، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. لك أن تتخيل إن أنا هنا بتكلم على أرقام نوع واحد من السياحة. تخيل بقى عدد أنواع السياحة اللي عندنا اللي ملهاش عدد. مصر من الدول المتقدمة جدا في مجال السياحة العلاجية، خاصة على المستوى الإقليمي، وده لأسباب كتير. إن مصر غنية بأماكن طبيعية زي واحد سيوة وحمامات فرعون وحمامات حلوان والرمال السوداء في سفاجة والينابيع الحارة في سينا وغيرها وغيرها وغيرها. الدعم الكبير من الحكومة وتطوير النوع ده من السياحات عن طريق تطوير البنية التحتية والترويج العالمي للسياحة وإطلاق العديد من الحملات زي مصر في القلب وإكسبيرينس إيجيبت وإيجيبت ميديكال توريزم وعلاج في مصر، وغير المشاركة، ودي النقطة دي مهمة جدا، المشاركة في المعارض الدولية المختلفة وتعزيز التعاون وإبرام اتفاقيات تعاون مع الدول المختلفة. وإن مصر بتقدم جودة طبية عالية جدا وأفضل الدكاترة المتخصصين في المجالات بشهادة العالم أجمع وبسعر أقل بكتير من الدول الأخرى. انتوا عارفين ان مصر فيها اماكن خلابه وكل انواع السياحه واماكن ترفيهيه. اختصار، مصر عندها كل الامكانيات والموارد اللي تخليها متميزه. وعلى ذكر السياحه العلاجيه، خليني ارحب بضيفي العزيز دكتور احمد التحيوي، صاحب مجموعه صيدليات التحيوي. اهلا وسهلا بحضرتك، نورتني. اهلا بحضرتك يا استاذ رندا. صيدليات، هل حضرتك شايف ان ضرورة توافر الصيدليات في الاماكن السياحية؟ بصي حضرتك اختصرتي الموضوع دلوقتي. الموضوع ببساطة، مصر بتوفر ايه؟ مصر بلد رقم 1 في السياحة. مصر رائدة في مجال الأدوية. فاحنا لو اتكلمنا على موضوع السياحة العلاجية، فالسايح لو هيقصد مصر فهو فعلا بيقصد المكان الصح، يقصد مكان رقم 1 كمزار سياحي، يقصد مكان هيوفر له كل أدويته اللي هو محتاجها خلال فترة العلاج أو خلال فترة إقامته اللي موجودة هنا، سواء جاي للإقامة أو سواء جاي كسياحة علاجية. واحنا كمان يعني احنا كمصر احنا اقليميا ناجحين جدا، لان عندك دول افريقيا، وعلى ما اعتقد يعني حضرتك صحح لي المعلومه، في دول افريقيا والدول العربيه وكده، فاحنا المصدر الاساسي، واحنا الدكاتره بتاعتنا معروفه يعني بيشهد بيها العالم كله بكفاءتهم وخبرتهم. طب لما نيجي لنقطه الدواء، هل الدواء حضرتك بتقول ان هو متوافر، فبالتالي برضو ان الصيدليات تبقى في الاماكن السياحيه دي بتخلي السايح بياخد قرار سفر وبناء عليها؟ طبعا
انا النهارده السوشيال ميديا اثرت المسافات في كل حاجه. حقيقي. بقى السايح دلوقتي قبل ما يتحرك من مكانه هو داخل على جوجل بيدور المكان اللي انا رايح فيه ده، هل بيوفر لي اماكن اشتري منها اكل كويس، هل بيوفر لي اماكن اقعد فيها استريح تديني راحه وتديني متعه في الرحله بتاعتي، طبيعي. هل بيوفر لي لا قدر الله لو انا تعبت ان انا اقدر احصل على العلاج بتاعي بسهوله، الخدمه او الطبيه انا مهمه اصلا جدا. بالظبط يا فندم، او انا اصلا لو هو مريض كرونيك او حد كبير في السن، ده فلو بياخد ادويه ضغط، سكر، كوليسترول، فده طبعا هو نازل دلوقتي ما بقاش حد يجيب علاجه معاه من بره. ده حقيقي. هو عارف ان هو هيجي هنا هيلاقي كذا شركه بتوفر له كذا بديل، حتى لو الدواء ناقص او مش متوافر فهيلاقي بدايله متاحه في معظم الصيدليات. طيب سؤالي يا دكتور، انا بسمع يعني او انا كمشاهده، خليني انا دلوقتي بتكلم كمشاهده، انا بروح للدكتور، الدكتور بيكتب لي روشته، بنزل الصيدليه وبصرفها. لما قعدت اذاكر شويه كده، ما عرفت ان حضرتك هتبقى ضيفي العزيز، وقعدت اذاكر شويه كده، لقيت في تخصصات. يعني اكتشفت ان الدكتور مش دكتور صيدله ان هو يصرف لي دواء او اروح الصيدليه فهو بيبقى امين عليا ان هو يصرف لي الدواء. لا، ده انا اكتشفت ان في تخصصات كتير جدا جدا في مجال الصيدله. هل الكلام ده حقيقي ولا مذاكرتي طلعت غلط ولا بشنك ولا ايه؟ مظبوط. احنا بقالنا فتره مصر بتدرس في الكليات الكلينيكال فارماكولوجي، وده قسم بيهتم ان انا بس مش مجرد ان انا بصرف عشان بس المشاهد نشرح له كده بالراحه. ان احنا بس مش مجرد ان احنا بس بنصرف ادويه، لا، انت النهارده تعالى انت بتاخد ادويه ايه؟ باخد ادويه سكر، ضغط، كوليسترول، قلب. في حاجه اسمها دراج انتر اكشن اللي هو التفاعل ما بين الادويه وبين بعضها. الصيدلي دلوقتي بيقدر ان هو متخصص في الحته دي، مور سبيسيفيك ان هو يحدد للمريض لا ده ما يتاخدش مع ده، في ادويه مثلا معينه لا دي بتتاخد مثلا 5 مرات بس في الاسبوع ولازم يبقى ليها يوم راحه. فالتفاعلات ما بين الادويه دي تخصص الصيدلي، توعيه المريض تخصص الصيدلي، طبعا بعد الرجوع طبعا لاساتذتنا ودكاترتنا الدكاتره البشريه طبعا هم الاساس. فالنهارده الصيدلي ليه دور مهم، ومصر فيها طابع خاص في موضوع الصيدلي ده. ايوه قول لي بقى. في علاقه قويه جدا بتربط المريض بالصيدلي. ده حقيقي. ده حقيقي. يعني فعلا في علاقه قويه جدا. الواحد في المجال بقى له فتره بتلاحظي ان الناس يعني تحس ان انا عايزه اروح له، هو هيقول لي المعلومه الاسرع بدل ما البس وانزل واروح واجي، بس هو بيقول لي المعلومه الاسرع. بس طبعا حضرتك بتبقى ملتزم جدا 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 بالروشته، صح؟ طبعا. طيب انا ليا حدود ان انا اتكلم فيها مع المريض في حدود حاجه عندنا اللي هي الOTC او الوصف. ادويه وصف اقدر اوصفها. لقيت حاجه عنده تستلزم ان هو يروح للطبيب، طبعا طيب بدون كلام لازم يطلع على الطبيب. على قد ما برضو معلوماتي ان التسعير هي سياسه جبريه، ولكن حضراتكم بتتنافسوا على الخدمه. غشيت بره كده واحنا قاعدين قبل ما ندخل التصوير، قلت لي انا نفسي او من خططي ان انا افتح في الساحل الشمالي. انا شايفه حضرتك عندك شغف مش طبيعي للاماكن السياحيه، وليه اخترت المناطق السياحيه بالتحديد ان صيدليات التحوي تبقى متواجده فيها؟ النهارده الساحل الشمالي ده يعني انت لو حضرتك دورتي هتلاقي ان هو رانكينج ان هو من اجمل بقاع البحر الابيض المتوسط. طبعا الموضوع ما بقاش يقتصر علينا احنا كمصريين فقط. انت بتروح دلوقتي تلاقي فيه اجانب كمان بعد ما كان اتجاههم مثلا لشرم او الغردقه، لا بتلاقيهم متواجدين هناك لان لاقيين ان المكان، البحر، الخدمات دي لا غنى عنها. ده حقيقي. كان زمان يمكن عدد القرى قليل شويه، انما بعد توجه الدوله انها فتحت مدن مش قرى، مدن بالكامل زي مدينه العالمين والتطوير وكده، وابتدت تطور فيها. فالمدن دي بقى فيها كباستي طول السنه، مش بس مجرد انها خلال 2 أو 3 بتوع السيزون. لا، احنا النهارده طول السنه عندنا مواطنين وعندنا ناس بتتمنى يعني
بتمنى انها يبقى كل اماكن الخدمات قريبه منها، فطبعا هو ده المقصد بتاعنا يعني. والله أنا اتشرفت جدا بحضرتك، والمعلومات اللي خدتها قيمة جدا، ونفسي يبقى في حلقات وحلقات نقعد مع بعض بقى طول الوقت علشان أستفاد من معلومات حضرتك والمشاهدين يستفادوا. شرفتني ونورتني دكتور أحمد التحاوي، حقيقي يعني شرف لينا وجودك معانا النهاردة. شرفت بحضرتك يا استاذ رندا، وان شاء الله يبقى لينا لقاء تاني باذن الله. بنشكر جدا دكتور أحمد التحاوي. خلينا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني وحوار مهم جدا مع دكتور محمد حاتم، أخصائي طب الفم والأسنان. استنونا. ورجعنا لكم تاني، وملف السياحة العلاجية، وطبعا دي من أكتر التخصصات المطلوبة في مصر وهي الأسنان، ودي لجودة الأطباء وتطوير الأجهزة والتقنيات وطبعا السعر المنافس. وعلشان نتأكد من كل دوت معانا دكتور محمد حاتم، أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان، ولكن معانا تقرير مع عيادات دكتور محمد حاتم، ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني مع دكتور محمد حاتم. ازيك يا دكتور؟ نورتني. ازي حضرتك؟ بنورك. خلينا ندخل في الموضوع على طول، نتكلم على موضوع مهم جدا، ملف السياحة العلاجية. طبعا أكيد بتقابل تحديات، بالذات مع السايح اللي بيجي لحضرتك أو المريض السايح اللي بيجي لحضرتك، في الترجمة أو التاريخ الطبي ليه، بتواجه المشاكل دي ازاي؟ لا طبعا هي تحديات كبيرة قوي. تمام. في موضوع الترجمة واللغة ده، طبعا احنا اللغة يعني المعتمدة بين شعوب كتير هي اللغة الإنجليزية. بس طبعا لو في لغات مختلفة بنرجع للسفارة الخاصة بيه، وبيجيبوا لنا مترجم معتمد بحيث ان هو يبقى فيه تواصل والبيشنت يبقى فاهم ايه اللي بيحصل له بالظبط. يعني بنروح مركز معتمد علشان تبع طبعا السفارة علشان خاطر ما يقول لناش حاجة لا واحنا لا نترجم حاجة تانية خالص. بالظبط كده، بالظبط كده. طيب بس دكتور، دايما الأسنان بالذات تخصص حساس قوي. تمام جدا. هنتكلم على المريض أو السايح اللي بيبدأ يجي علشان ياخد السياحة العلاجية. هل إحنا بنبقى دارسين الحالة بتاعته، بنطلب منه تحاليل، بنطلب منه إشاعات يعني، ولا يبدأ معانا من الأول خالص؟ لا طبعا، لا طبعا. هي زي ما حضرتك قلتي من شوية، هي تحدي كبير قوي. ليه؟ حقيقي. لأن أنت الهدف بتاعك إن أنت تخلص خطة علاجية ممكن تخلص في شهر، تخلصها في 3 أيام مثلا. حقيقي. فلازم يبقى عندك الامكانيات والتكنولوجي الكبيره قوي اللي تقدر تساعدك ان انت تنفذ ده. ولازم يبقى عندك الاشخاص. طبعا حاجات كتير بقى. احنا دلوقتي دخلنا مثلا ان رحله البيشنت او الخطه السياحيه بتاعته او العلاجيه بتبدا من قبل ما يجي مصر. يعني من قبل ما يجي مصر اصلا، وهو بيتواصل معانا، بيبعت لنا الاشعاعات بتاعته 3D، بيبعت لنا التحاليل بتاعته، بناخد هيستوري كامل عن ميديكال هيستوري كامل عن حالته كلها، سواء في الاسنان او بره الاسنان. لو حد بيعاني من اي امراض مزمنه او حاجه، بناخد كل التحاليل دي بندخلها في دراسه. الاي اي بيدخل لنا شكل، بيصور لنا شكل. لا ثانيه واحده بقى، حضرتك قلت الاي اي، يعني التقنيات وصلت لحد بندخل في الاي اي كمان؟ طب لا اشرح لي الموضوع ده بقى بالراحه كده. انا اقول لحضرتك، هو البيشنت احنا بنجمع المعلومات الخاصه بيه دي كلها، وبنعمل شكل مبدئي وتصور مبدئي لشكل اسنان، وبنعمل له خطه علاجيه بحيث ان هو يبقى عارف هيجي يقعد قد ايه في مصر، وهتتكلف قد ايه كمان، كل حاجه، والتكلفه كمان، كل حاجه. وطبعا بالنسبه لمصر، هي الناس كلها بتحب السياحه العلاجيه لان لكذا سبب، ان مصر فعلا فيها دكاتره من اشطر الدكاتره في العالم. ده بشهاده العالم كله. بشهاده العالم كله طبعا. تاني حاجه ان احنا دلوقتي فعلا عندنا احدث تكنولوجي موجوده على مستوى العالم.
على مستوى العالم يعني ولا عشان البرنامج؟ لا احنا فعلا عندنا اجهزه متطوره جدا في مجال طب الاسنان دلوقتي بالتحديد، لان دوت المجال الحساس مش قوي. بس متطوره جدا، هي احدث اجهزه موجوده على مستوى العالم. احدث اجهزه موجوده على مستوى العالم في مصر. حلو قوي. وبنستخدمها، والدكاتره المصريين كلهم اكفاء ان هم يستخدموها بشكل كويس جدا. يعني اوريدي الاجهزه حديثه، هي احدث الاجهزه موجوده، وان احنا بنتابع المريض وهو جاي، يعني احنا بيبقى عندنا دراسه كامله للمريض. طبعا خلينا يعني نتفق ان مش الاجهزه بس هيكون هي ليها الدور الكبير. أيوة. لازم شخص يكون بيعرف يستخدم الاجهزه دي كويس. صح. لازم الشخص، يعني اهم حاجه في الخطه العلاجيه هي التشخيص. ده اكيد. ان انا اشخصك صح، حتى لو انا عندي امكانيات كبيره جدا هقدر بالتشخيص الصح ان انا استخدمها صح. بس فهي مهم جدا موضوع ان احنا نشخص صح ونبني خطه علاجيه تريتمنت بلان كويسه جدا، بحيث ان المريض يبقى عارف هو هيعمل ايه وهتاخد وقت قد ايه. والسايح كمان يعني قبل ما بيجي بيكتسب الثقه لما بيلاقي كل حاجه معمول لها دراسه وفي مواعيد وفي تارجت معين هيوصل له، فبيكتسب الثقه. طيب بعد بقى اكتساب الثقه دي، لا معلش انا هدخل بقى في حته الايه، السعر عشان ده اللي مهم قوي. ماشي. السعر المنافس. تمام. هل جات لك حاله او تعرضت لحاجه او الاحصائيات اللي بتجيلك ان احنا السعر بتاعنا منافس جدا بالنسبه لاي دول تانية، صح؟ في طب الاسنان نفس الكلام، ولا علشان خاطر السعر في الاسنان بيبقى الماتيريال بتاعته بتبقى عاليه شويه عشان الدولار وسعر الدولار وكده، فبتبقى اختلافات؟ انا عايز اقول لحضرتك هي مش بس منافس، هو انا لسه حاصله امبارح، هو في ناس بتجيلنا من بره بتقطع تذكره طيران مخصوص عشان تيجي تعمل اسنانها هنا وترجع. طيب. وده بالنسبه له كتكلفه بيشوفها ان دي مناسبه جدا. يعني هو تيكت طيران وحجز اوتيل وياخد علاجه، هو كده بالنسبه له برضو التكلفه اقل. طبعا. طب حلوه جدا. يعني ومش بس حاجه مشرفه، مش بس تكلفه اقل، كواليتي اعلى بكتير من ممكن ياخدها في اي مكان تاني. دي نقطه مهمه قوي. يعني هو كل الرحله اللي بياخدها، كل الرحله تيكت طيران او حجز اوتيل، وبيجي مع الدكتور وفي نفس الوقت بجوده عاليه جدا. احنا كمان دلوقتي بدانا نطور الخطه العلاجيه بخطه سياحيه كمان. ازاي بقى؟ ازاي؟ ان احنا في تعاون دلوقتي كبير جدا مع شركات سياحه مصريه، لان احنا طبعا في اجمل دوله في العالم فيها معالم سياحيه، لازم ان احنا نستفيد من الموضوع ده. فعشان برضو السايح او البيشنت اللي جاي ما يكونش حاسس ان الموضوع علاجي بحت فبيبدا يتاثر او يبدا يتضايق، بدانا ان احنا نحجز له حتى الفندق او الاوتيل اللي هينزل فيه او المكان اللي هيكون فيه عن طريق شركه السياحه. عن طريق شركه السياحه. يعني انتوا كدكاتره بتنسقوا مع شركات السياحه عشان تدوا له الوجبه الطبيه وفي نفس الوقت تدوا له الوجبه الترفيهيه. بالظبط. وفي مندوب بيبقى قاعد بيستناه بيستقبله بيوديه الفندق الخاص بيه، وبعد كده بنظبط له كل المواعيد المناسبه ليه، وبننسق مواعيد العياده في الشغل اللي هيعمله مع الرحلات السياحيه اللي هو ممكن نقدر نقدمها له في الفتره دي. يعني ده طفره طبيه متطوره، بشكرك عليها جدا، لان انا بشكل شخصي كنت بناشد اقول الدكاتره لو تدي وجبه سياحيه، اولا الدكتور هيعمل واجب وطني زي ما حضرتك مقدمه لبلدك، وده واجب علينا كلنا ان احنا بنقدم الواجب دوت لبلدنا، وفي نفس الوقت سمعتنا وشكلنا الخارجي هيبقى محترم قوي. فانا بشكرك يا دكتور على المبادره دي، وبتنصح كل دكتور موجود يعمل ده ازاي؟ هو احنا الهدف بتاعنا احنا بنتكلم باسم بلدنا، يعني احنا البيشنت السايح اللي جاي من بره طبعا لازم يحس ان هو في بلده، ولازم ياخد الخدمه بتاعته كامله سواء العلاجيه او السياحيه كمان. يعني العلاجيه طبعا مش علشان ان ممكن هنا يكون السعر او التكلفه مميزه او اقل ان ده معناه ان الكواليتي ممكن تبقى اقل، لا طبعا. لا، هي اعلى كواليتي واحدث كواليتي موجوده في العالم، واحدث خامات واحسن خامات. فهو يعني بياخد خدمه كامله في وقت اقل كتير باعلى درجات الجوده. باعلى درجات الجوده طبعا. وبيبقى حرفيا هو مستمتع بالسياحه بالمزيج الجميل اللي انت عامله يا دكتور، اللي هو الطبي والسياحي. يعني انت فعلا مطبق السياحه العلاجيه كما قال الكتاب. طيب عايز اقول لحضرتك كمان لو في جام مثلا يومين او حاجه
مش شرط الرحله السياحيه بتاعته تبقى في القاهره بس، ساعات بيخرج بره القاهره كمان. ده بجد؟ اه طبعا. اه الله. طبعا، يعني ساعات يكون مثلا احنا معانا شويه وقت، مثلا يوم او يومين هو مش هيقدر يجي فيهم، ممكن نخرجه بره القاهره في اي مكان تاني في مصر طبعا. بس يا ريت كل الدكاتره يبقى عندهم الفكر دوت، وان هم يطوروا من العلاج انه يدوه بشكل جميل. انا اصلا لو عرفت ان انا جايه هتفسح واتعالج، ده انا هاجي اجري بالظبط، واروح على اي بالظبط. مكان. ناس كتير بتعمل كده فعلا. طيب دكتور، حضرتك اتكلمت على التقنيات وافضل الاجهزه ويعني ايه افضل الاجهزه اللي موجوده ان الدكتور يقدر يستخدمها؟ في حاجات كتير قوي يعني، بس معظم الحاجات دلوقتي بقت ديجيتال، يعني ان احنا بنستخدم زي ما قلنا من شويه الاي اي في حاجات كتير دلوقتي في طب الاسنان. ما باين عليا. بس فبدانا نستخدمها في كذا مجال، يعني من قبل ما البيشنت يجي هو بيقدر يعمل، عاملين له دلوقتي سواء على الويب سايت او سواء لو اتصل بينا في فريق طبي كامل قاعد عشان يسمع مشكلته، يعني ويديله تصور مبدئي للحاله والتشخيص والتكلفه كمان. طيب حضرتك متخصص في جراحة الفم والأسنان والإندو اللي هي الزراعة والكلام ده. يعني بيجي السايح اللي حضرتك تابعت معاه وتابعت معاه كل التاريخ المرضي بتاعه وبدأت تتعامل معاه، اتعلق بقى بيك وقال لك لا أنا مش عايز غيرك. تمام. وطبعا الأسنان حضرتك مؤمن جدا بالتخصصات. طبعا. يعني أنا شفت لك كذا لقاء، مؤمن جدا جدا بالتخصصات. طبعا. في الحالة دي بتعمل إيه؟ لا هو ارتباطه، هي يعني ارتباطه بالمكان بكل اللي فيه، بالفريق الطبي الكامل اللي فيه. يعني هو سواء ان هو حابب، هو بيبقى ارتباطه بالمكان. لا انا اقصد يا دكتور ارتباطه بيك، يعني دايما البيشنت بيرتبط باول ايد بتدخل عنده، بيبقى فيه وجع فخلاص الوجع مش موجود فانا عايز الدكتور يعمل لي. بس هل حضرتك بتقعد معاه بتبدا تشرح له ان في تخصصات الدكاتره كلها على مستوى عالي جدا؟ طبعا تخصصات كتيره، بس هي كلها تحت منظومه واحده، يعني تحت مكان واحد. فاهم قصدي؟ اللي هو دايما في كل جزء لازم الدكتور المتخصص يكون هو اللي بيشتغل الجزء الخاص بيه عشان ياخد اعلى كفاءه واعلى نتيجه. بس فالناس دلوقتي ثقافتها فعلا تقبلت الكلام ده جدا وبدات تفهم ده. بالعكس ده في ناس دلوقتي هي اللي بتطلب ده، ان انا عايز في كل حاجه انا هعملها دكتور متخصص هو اللي يعملها لي. طيب بتفكر قدام في خططك المستقبليه تمام. ان تفتح في مناطق سياحيه زي العلمين مثلا، الوقت بتاع العلمين او الكلام ده بتبدا؟ طبعا. طب ليه بتختار بقى الاماكن السياحيه بالذات علشان تفتح فيها؟ عشان ده بيكون اسهل. لو هنتكلم من منظور السياحه العلاجيه اللي احنا فيها، هيكون اسهل للناس ان هي تيجي على المناطق دي اكتر من القاهره، لان هي بتبقى حابه ان هي جايه رحله ترفيهيه او رحله سياحيه، مش حابه تقول ان هي رحله علاجيه. يعني الناس دايما مفهوم الرحله السياحيه بالنسبه لها اسهل بكتير من مفهوم الرحله العلاجيه. فتمام. انا رايحه اتفسح وفي نفس الوقت انا جنبي العيال، مش العكس. يعني لو العكس هتبقى تقيله شويه عليهم. تنصح بايه كل شاب لسه متخرج من كليه الطب؟ يعني اديله روشته يمشي ازاي، لان في ناس بتبقى طالعه حرفيا يا دكتور بتبقى تايهه وبيبدا يشتغل وبياخد خبره، وساعات الخبره دي بتبقى يعني المفروض كان يمشي بتدرج معين. فتنصح كل شاب لسه متخرج يعمل ايه؟ لا انا شايف ان كل واحد لازم يجتهد على نفسه. انا من النوع اللي ما بعترفش بالسن شويه، يعني انا مش بعترف ان عشان لازم يبقى سنك كبير عشان تقدر تشتغل كويس. لا انا حابب ان انت طالما اشتغلت على نفسك بطريقه كويسه تبدا تطور من نفسك، فساعتها انت تقدر ان انت تقدم الخدمه بشكل كويس، فساعتها انت دكتور شاطر. انما ما بعترفش موضوع السن ده. يعني السن مهم جدا طبعا وكل حاجه وخبره كبيره جدا، بس ده مش معناه ان انا عشان لازم اوصل لسن معين عشان اعرف اعمل حاجه معينه. لا يعني انا لازم اجتهد واشتغل على نفسي واشوف ايه اللي ناقصني او ايه اللي محتاجه وابدا اعمله، وابدا اذاكر واجتهد واحضر الدراسات بتاعتي، وساعتها نبدا نشتغل بقى. يعني يبدا يشوف المكان المناسب ليه. اديكوا خدتوا الروشته. ايه اكتر الجنسيات اللي بتتداول على مصر في طب الاسنان بالذات في السياحه العلاجيه؟ مش جنسيه معينه، يعني اعتقد جنسيات كتير جدا جدا، يعني سواء من الاجانب او اخواتنا العرب. لا في ناس كتير جدا من بره مصر بيجوا لنا، يعني لان فعلا الدكاتره المصريين او
مصر معروفه بالسياحه العلاجيه من فتره طويله جدا، خصوصا في المجال الطبي يعني. واقليميا كمان. واقليميا كمان طبعا. طيب ايه اهم او ايه اهميه العلاجات اللي بتبقى يعني مهمه عند السايح؟ يعني انا دلوقتي جايه، ايه العلاجات اللي مرتبط بيها السايح لما انت بتديها له بيبقى فيه ثقه؟ ايه اهم هو طبعا العلاجات؟ يعني هي في موضوع السياحه العلاجيه او السايح اللي جاي، صعب ان تلاقي حد ممكن جاي لك مثلا عشان حشوه او حاجه بسيطه، لا دايما بيبقوا جايين علشان مشاكل كبيره محتاجه حلول. معظمها طبعا بتبقى يا الزراعه او التركيبات التجميليه على الاسنان او التجميل بشكل عام، ده معظم الحاجات اللي بيبقوا مهتم بيها السايح يعني. لكن الحشوه لا، بس على فكره لا بيعملوها بس يعني اقصد ما حدش هيسيب بلده ويجي عشان يعمل حشوه يعني. لكن هو لو موجود اوريدي لا موجود طبعا بيجي طبعا بيجي. طيب اخر سؤال وليس اخرا، لان انا عاجبني الموضوع فعايزه استمتع واستفاد من حضرتك بشكل كبير جدا. لو احنا هنتكلم عن السياحه العلاجيه وطب الاسنان بالتحديد، حضرتك يعني سنك صغير وبسم الله ما شاء الله عملت باع في المجال، واسم حضرتك بقى رنان وليه يعني، وانا نفسي حرفيا يعني كتير قوي بيكلموني احنا رحنا ما فيش وجع ما فيش اي حاجه ما فيش الكلام ده. حضرتك هل يا ترى في اسلوب او طريقه للتعامل مع البيشنت، ولا يعني تمهيد اقصد للمشكله اللي هو هيواجهها في اسنانه، ولا بنديها له بقى في وشه كده على طول نقول له يلا بقى؟ يعني في تمهيد نفسي بيتعمل طبعا. لا يعني انت لازم لما بتقعد مع السايح او البيشنت بشكل عام تبدا تحتويه، لان هو حتى لو موجود تفهمه الخطه العلاجيه بتاعته. لازم انا من النوع اللي بحب دايما ان المريض يكون فاهم كل حاجه بتحصل له. يعني مش لازم تبقى عارف ايه اللي بيحصل لك كويس وعارف انت بتعمل ايه كويس. نبدا نفهمه الخطه العلاجيه بتاعته، بنبدا نتعامل معاه بشكل اللي هو ما نخوفوش، نهديه. لان دايما يعني احنا عندنا للاسف في ثقافه ان الناس بتخاف معظمها من دكاتره الاسنان عشان الوجع او كده. لا الموضوع ده دلوقتي اختلف تماما. ما ينفعش ان انت يتعمل لك اي اجراء في العياده وانت موجوع ايا كان السبب. بشكرك جدا دكتور محمد، وميرسي جدا على المعلومات الغنيه اللي حضرتك اديتها لنا. شكرا لحضرتك، مبسوط ان انا كنت مع حضرتك النهارده. احنا اسعد اكيد. وبنفكركم دايما ان السياحه حياه. مستنياكم كل يوم 3 الساعه 12:30 ظهرا، والاعاده 2 صباحا في ملف سياحي اخر. الى اللقاء.